ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبأحسن حال. فيديو النهارده هيبقى عن الحنة السوداء. عايزه اقولك بصي بقى ان في حنة انا جبت استخدمت في فيديو النهارده حنة نوعين. حنة طبعا زي ما انتوا شايفين لقطت وبقت سودة وجميلة وزي السكر، وحنة تانية طبعا شكلها بوظت الايد تماما وكأنك ما حطيتيش حاجة، بالعكس هي كمان هببت الايد زي ما انتوا شايفين كده. المنظر صعب قوي وكمان بقى في ألم، يعني عايزه اقول لكم ان انا كنت متدمره من الألم والشكشكه والحاجات دي. هقول لك تجربتي كامله، ايه الحلو وايه الوحش. وطبعا دي حنه جمانه معانا. الحنه دي ناس كتير بتشكر فيها قوي، وفي منها التقليد وفي منها الاصلي. هنستخدمها ازاي وهنعمل بيها ايه وحلوه ولا لا؟ هقول لك عليها. وكمان الفرق ما بينها وما بين الحجر الأسود وحنة جمانة الأصلية والتقليد. يلا بينا بقى، لايك على السريع كده وكومنت اعرف بيه رأيك في فيديو النهاردة، ولو حصلت لك المشكلة بتاعتي النهاردة هنعرف مع بعض ايه اللي حصل. اتمنى تعلقي لي في الكومنتات تقولي لي ايه اللي حصل معاكي. يلا بينا نبدأ، يلا بينا نبدأ بسم الله كده. أول حاجة جبتها هي حنة جمانة، وهي مكتوبة حنة جمانة وبخط صغير من تحت كده مودة. فالحاجات دي أنا ما برتاحلاش بسبب إن هي ممكن تبقى التقليد أو التقليد الأصلي بيبقى مكتوب حاجة اسم تاني بخط صغير، فانت مش عارفة بقى ده التقليد ولا ده الأصلي. تمام، خلينا واضحين مع بعض من الأول كده، احنا لسه بنجرب وبنشوف هي الأصلي ولا التقليد. تمام. اول حاجه هي طبعا المكونات بتاعتها مكتوبه من بره وطريقه الاستخدام، وهي حنه للحواجب وللضوافر وللجلد. طبعا لو انت بتجيبي رسومات، في رسومات بتبقى مفرغه كده بتحطي عليها الحنه وبتطلع لك الرسمه زي ما انت عايزه. تمام. كده انا طلعت بقى معاكم المكونات بتاعتها. هي العلبه ما فيهاش غير العلبتين دول، علبه للاكسجين وعلبه للحنه السوداء. تمام. آمم، كده أول حاجة أنا كنت عاملة منها، عملت كمية صغيرة على أساس إن أنا هاعملها وما كنتش هاصور بصراحة، بس يعني اتركنت شوية كده ولحد ما نشفت. بعد كده قُلت أجرّب معاكم ونشوف التجربة من أولها لآخرها، إذا كانت بقى حنة جُمانة دي حلوة والّا لأ زي ما بيشكروا فيها. فطبعًا وريتها لكم كده. دي شوية اللي أنا كنت مستخدماهم فخلاص نشفوا. فطبعًا عشان أرجع أعرف أشتغل بيهم تاني هازوّد عليهم أكسجين ونبتدي نعجنهم كده وهتبقى زي الفل. طبعًا الكمية صغيرة، الشكل الغطاية أي غطاية بتاعة إزازة بيبسي أو حاجة ساقعة بتاخديها. طبعًا أنتِ بترمي الإزازة، فأنتِ لو أنتِ من النوع اللي بتحبي تعملي الحنة أو كده، دي هتبقى موفّرة جدًا. وعلى فكرة الكمية عملت ضوافر ورجلين وحواجب وبتعمل كذا شخص على فكرة، فما تقوليش الكمية sorry، ما تقوليش الكمية صغيرة، لأ الكمية حلوة جدًا والغطايا مش هتبقى كتير. تمام. أنا كده عجنت الجزء زي ما وريتكم، وفي نفس الوقت عملت صباع. أنا هاكمل باقي الإيد. كده أنا عملت الجزء الأولاني من حنة جمانة هنجربها، هاعمل بيها إيد، والإيد التانية هنعمل الحنة العادية اللي هي بالحجر الأسود. بصوا بقى زي ما بقول لكم، هي موضوع الغطايا دي حلوة قوي ان انتي مش بتستخدمي كمية كبيرة او بتهدري منها، وفي نفس الوقت مش هتبوظي طبق او اي حاجة من عندك. فاي ازازة قديمة عندك بترمي الازازة وبتاخدي الغطايا بتخليها لحاجة زي كده. عايزة تعملي حنة بقى الحاجات الصغيرة دي، وبصراحة الكمية بتكفي، يعني حلوة جدا. معلش بقى يا بنات على الأصوات اللي في الخلفية دي، ما علينا كأنكم ما سمعتوش حاجة. نبدأ كده في الجزء التاني من الحنة. أول حاجة هو إن أنا خدت نص، شايفين الكمية الحنة دي كلها أنا ما خدتش غير نص معلقة من المعلقة الصغيرة دي حنة، الحنة الحمراء العادية اللي بنجيبها من العطار. كمان الحجر الأسود، اللي الناس اللي مش عارفة الحجر الأسود هو حجر أسود بتقولي للعطار عايزة حجر أسود بيديكي الكمية دي، طبعا على حسب الكمية اللي انت عايزاها. تمام. مش غالية خالص، بالعكس انت ممكن تجيبي ب5 جنيه يكفيكي يعني فوق ال5 مرات. تمام. كده حطيت ال3 بقى مكونات، الحنة الحمراء مع جزء صغير جدا جدا من الحنة الحمراء مع الحجر الاسود مع الاكسجين. انا هنا استخدمت الاكسجين بتاع حنة جمانة لان ما عنديش اكسجين فاستخدمته عادي جدا. تمام. هنعرف بقى ايه الفرق ما بينه وما بين الحنة العادية دلوقتي حالا هنشوف مع بعض. هو انا كده حطيت زي ما قلت لكم بقى، هحط على ايد الحنة اللي هي بالحجر الاسود، والايد التانية بالحنة بتاعت جمانة. تمام تمام. كده كنت سبتها حوالي تقريبا ربع ساعة.
بعد ما حطيت خلاص سبتها تنشف، حطيت بصراحة على ايدي بقى وعلى رجلي وعلى كمان حواجب، رسمت بيها الحواجب بصراحة. سبتها تنشف خالص، بس حسيت كده شوية ابتدى صوابعي تحس بيها بألم، زي إبر كده بالظبط. انت حاسة بإحساس كهربا، إحساس إبر بتشكي فيكي، إحساس مش حلو خالص بصراحة. حسيت اللي هو لأ، ما في حاجة غلط. فابتديت أشوف بقى فيديوهات الناس اللي بتشكر في حنة جمانة وبتقول كويسة وجميلة والحاجات دي. عايزة اقولك ان في ناس قالت ان فيها، يعني شفت فيديو لواحدة بتقول ان في تقليد وفي اصلي. طيب بصراحة التقليد والاصلي انتي مش هتعرفين من بعض، واكيد مش هتعملي دراسة عن التقليد والاصلي في حنة جمان. فالطبيعي ان انتي هتشتري اي حاجة هتلاقيها قدامك لان هي مكتوب عليها حنة جمانة، بس التأثير بتاعها او الفعالية بتاعتها زي ما انتوا شايفين. الايد اللي على اليمين دي هي كانت اللي حاطة فيها حنة جمانة، والايد الشمال دي اللي هي بالحجر الاسود. طبعا انتوا شايفين الحجر الاسود قد ايه حلو. انا طبعا الصباع ده مع الايد دي كنت عاملاهم من حنة جمانة، ملهاش اي تأثير ولا كأنك حطيتي حاجة. وهنا قلت اشوف طب يمكن التاريخ يكون قديم شوية. لا بصراحة التاريخ لمدة 3 سنين قدام كمان، من 10/2023 لحد 3 سنين قدام. تمام. فكده يعني الصلاحية ملهاش أي دعوة بالموضوع ده، هي المشكلة في الحنة نفسها. طيب المشكلة في الأكسجين؟ أبدا خالص. زي ما أنا شفته الأكسجين أنا عجنت بيه الحجر الأسود، فهو ما عمليش أي ألم وما مأثرش معايا في أي حاجة. بالعكس الألم بتاع الإيد اللي عليها حنة جمانة، الألم واصل معايا يمكن لتاني يوم لحد ما بسجلك دلوقتي. أنا حاسة بالتنميل في مكان الضوافر، وفي نفس الوقت مش قادرة تتملكي في حاجة أو مش قادرة تدوسي على صباعك. فبصراحة سيئة جدا، مش حلوة. ولو انتي بتفكري بقى التقليد والأصلي، لا ابعدي عنها تماما. والحجر الأسود بالنسبة لها أحسن 100 مرة. انتي جايبة حنة طبيعية من الحنة اللي بتستخدميها، واللي بقالنا زمن الزمن بنستخدم الحنة العادية، والحجر الأسود معروف من عند العطار وحاجات طبيعية كلها. فما عنديش استعداد ان انا اجرب حاجة اشوف اصلية ولا مش اصلية واشوف اذا كانت هتنفع ولا لا. لا، الحجر الأسود لو هتجيبي كمية صغيرة جدًا هتكفي معاكِ أكتر من كذا مرة. وفي نفس الوقت الحنة أنتِ ما بتاخديش غير جزء صغير بس عشان يثبت اللون مش أكتر. أنا هنا بعد ما طبعًا شُفتوا المنظر كان حاجة صعب، جيت حطيت رجعت حطيت تاني من أول وجديد. طبعًا بقى يعني بصراحة ما كمّلتش 10 دقايق بالضبط، وكانت صبغت وبقت زي الفل. طبعًا سيبكم من البهدلة دي، أنا كنت مش عارفة أحُط أصلًا، يعني مش عارفة أمسك حاجة، أمسك الخِلّة عشان أعرف أحُط على الضوافر. شوفي لدرجة إيه إن أنتِ مش قادرة تتملّكي في حاجة. فبصراحة سيئة جدًا، لأ ما حدّش يجيبها، مش حلوة. وما تجرّبيش مثلًا تقولي أجيب الأصلي والّا التقليد. الحجر الأسود برقبتها بصراحة جدًا. أنتِ شوية صغيّرين زي كده هيعملوا لِك أكتر من مرّة، فليه؟ يعني تتعبي نَفْسِك ليه؟ لأ هي حلوة وجميلة. وكمان عايزة أقول لِك بُصّي المَطّة بتاعتها إن أنتِ لمّا بتحطّيهم مع بعض ليها مَطّة كده، ومع ذلك شوفي أنا عملت كل حاجة بيها ولسه في كمية تاني. مش أول مرّة أجرّبها الحنة السودا، إحنا لينا سنين بنعملها. جميلة، نستخدمها على طول. وبصراحة لأ، هي تكسب حنة جُمان. أي حاجة بقى تبع الشركات أنا مش باحبها. أتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، متنسوش لايك واشتراك. باي.